عليكم. انا في اولى ثانوي، تنصحيني بايه عشان ادخل تالتة مرتاح؟ يعني ايه المواد اللي اركز عليها وطريقه المذاكره في النظام الجديد؟ بصي، انتي كاولى او حتى تانية فانتوا لكم فرصه حلوه قوي، وانا بالذات ليكوا هعمل لكم فيديو هقول لكم نصايح بجد كنت اتمنى حد يجي يقولها لي، يعني عشان في غلطات كتيره قوي قوي وقعت فيها وكانت ممكن لا قدر الله تاثر عليا في تالتة. بس دلوقتي هقولك نصيحتين جنرال ونصيحتين خاصين بالمواد. الاتنين الجنرال، انك اول حاجه تعودي على المذاكره، تعودي انك تقعدي ساعات طويله تذاكري. تاني حاجه اتعودي ازاي تذاكري، يعني طريقه المذاكره لوحدها، انك مثلا تذاكري كميه كبيره في وقت قليل، دي لحد ذاتها مهاره ولازم تكتسبيها بجد. يعني مش اي حد يقعد فاتح الكتاب كده يبقى بيذاكر. تمام، دول النصيحتين الجنرال. النصيحتين التانيين بقى، اهتمي باللغات، سواء اللغه اللي هي الانجليش او اللغه التانية. نمي الفوكاب، نمي السكيلز انك هتحتاجيها في تالتة كتير. الفوكاب لازم تحفظي من مصدر اضافي. تمام، وليكن مثلا قاموس المعاصر دلوقتي. النصيحة التانية الخاصة بالمواد وهي العربي، اتعلمي ازاي تذاكري العربي، لان العربي كده له فورمولا لوحده، فتعلميها وتعلمي ازاي تحل متحرر. والنحو والبلاغة اهتمي بيهم جدا جدا عشان ما تحتسيش في تالتة، لان نحو تالتة ثانوي ما هو الا نحو السنين اللي فاتت كلها مجمعة، ونحو السنين اللي فاتت دي مجمعة، يعني هو النسبة فيهم الاكتر 90% في اولى وتانية ثانوي، فاهتمي بيهم جدا. ده حاجة سريعة كده، على ما ان شاء الله اعمل لكم فيديو هيبقى بالمفصل بقى ازاي تدخلوا تالتة زي ما بتقولي مرتاح كده.